نصيحة لوجه الله، ما تخليش حد يعلق شماعة خطأه على حسابك. ما تخليش حد يقول انت غلطان عشان يفادي امر على حسابك. نصيحة لوجه الله، اللي يحترمك حطه فوق راسك من فوق، واللي ما يحترمكش مش هقول لك تعمل ايه. نصيحة لوجه الله، ما تخليش اي واحد مع خطأ، مع غلط، مع عدم احترام يبقى على حسابك انت، عشان انت في الاخر هتطلع غلطان، وهتطلع مش ملتزم، وهتطلع غير سلوكي بالمرة. تكون انت بريء من كل حاجة، ولكن ابو مين ما معاه شماعي مكسورة بيعلقها عليك انت عشان تبقى طريقي يعدي منه، عشان يلقى طريقي يبقى يقدر يعدل بيه سلوكه الخاطئ. نصيحة لوجه الله، ما تبقاش شماعي لأي حد. أي حد هيعلق شماعة خطأه عليك رد عليه. أي حد معلق شماعة خطأ هتركبك جريمة، أو هتركبك خطأ كبير، أو هتركبك ديون كبيرة، أو هتركبك عدم احترام بين الناس، أو هتركبك وسيلة إن هو يبقى مركب يعوم عليها على حسابك. لا، لازم تبقى حديد في حديد. لازم يعرف اللي قدامك انك انت صعب. لازم يعرف اللي قدامك انك انت طريقك صحيحة وما ماشيش في الطريق الخطأ. لازم يعرف اللي قدامك انك انت ماشي مظبوط. نصيحة لوجه الله، ما تمشيش في طريق الخلط او طريق الفشل. اكررها تاني، نصيحة لوجه الله، ما تمشيش في طريق الغلط او طريق الفشل. نصيحة لوجه الله، ما تخليش حد يحطمك او يفشلك او يوقفك عن ارادتك اللي انت عاوز تحققها، عن حلمك اللي عاوز تمشي فيه ويتنجحه. هتلاقي مصاعب، الطبيعي هتلاقي مصاعب، الطبيعي هتلاقي حاجة تعرق لك ماديا، ناس هتوقفك عن الطريق، ناس هتوقفك عن حلمك. كله دي هتلاقيه في بدايته، ولكن صدقني مع مر الأيام وإصرارك على نجاحك وعزيمتك هتوصل لحلمك ونجاحك. نصيحة لوجه الله، ما تخليش واحد يحط لك حاجز يرجعك لورا سنين وسنين. خطيت الخطوة كملها لنهايتها، حتى لو نهايتها هتطول. نصيحة لوجه الله، ما تسمعش لأي حد يقول لك فلان قال فيك وعاد فيك. نصيحة لوجه الله، ما تبقاش ودانك قاعدة على الساقطة واللاقطة. نصيحة لوجه الله، ما تركزش مع أي حد يقول لك ده فلان قال عليك كاني وماني. ركز في حلمك وفي نجاحك اللي عاوز تحققه. ممكن ما تحققوش السنة دي، ممكن تحققه السنة الجاي، ممكن ياخد معاك سنة واتنين، ولكن في النهاية هتوصل لحلمك. نصيحة لوجه الله، ما تخليش فيك تقول لي فلان وعلان، أو فلان قال أو علان قال. نصيحة لوجه الله، خليك ناجح في عملك وفي شغلك. نصيحة لوجه الله، خليك مركز في نفسك وفي أولادك وفي بيتك. نصيحة لوجه الله، خليك مركز في أرضك أو في شغلك أو في مصنعك أو في أي حاجة أنت ما تنتج منها وما تاكل لقمة عيش. نصيحة لوجه الله، ركز عشان توصل. ركزت عشان توصل، صدقني هتنجح. ده كان كل كلامي اللي عاوز أقوله. تحياتي ليكم.